السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي إن شاء الله هنعمل فرخة النهاردة على البوتاجاز بطريقة تتبيلة مختلفة. الفرخة معانا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلصانة اهيت وحاطينها مصبينة ومش بكل حاجة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاطينها على مصف برضه عشان تصفي أي سوائل زيادة فيها. وهنتبل بقى دلوقتي اللي هنجهز التتبيلة ونحط فيها الفرخة مع بعض. وهنا معانا الصينية حاطين فيها بقى ديت بقى بسم الله ما شاء الله الخلطة ديت فوق الممتازة. واللي يحب هنا كده في الوقت ده كده في المرحلة ديت يحط بطاطس شرايح براحته خالص. هنا حاطين بصل حلقات، فلفل أحمر وأخضر حلقات، طماطم في القعر كده عشان الفرخة يعني ما تتحرقش. دي النقطة الأهم، هم بيحبوا الخلطة ديت تحت كده ياكلوها. الخلطة معايا عبارة عن إيه؟ بسم الله ما شاء الله. بهارات فراخ 7 بهارات، توم بودرة وبصل بودرة، فلفل أسمر، جنزبيل، ملح، كزبرة ناشفة. هنحط كل البهارات دي هنا. معايا ليمونة معصورة، معايا شوية هوت صوص حار، اللي ما بيحبوش يستبعدوا تماما، بس هنا بنحبه يعني بنحب الحاجة سبايسي. شوية مستردة، هي كانت يا جماعة أنا والله ما أعرف هي مقاطعة ولا إيه، بس هي كانت عندهم. معلقتين صلصة، علبة زبادي بلدي اللي موجودة هنا، معلقة عسل محدش يستغربها، ممتازة، معلقة كبيرة كمان عسل يعني، معلقتين زيت لأن احنا شايلين أي دهون في الفرخة تماما، مش سايبين فيها أي دسم. معلقة كبيرة خل. الميكس ده ممتاز يا جماعة، ومحدش يقلق من أي حاجة موجودة فيه إن شاء الله بأمر الله. والملح وكل حاجتنا موجودة. هنمكس ده كله مع بعضه. اضربه كويس جدا جدا مع بعض. خلاص يا حبايب قلبي كده امتزج الخليط فوق الروعة ما شاء الله يعني. والله ريحته لوحدها كده كأنها حاجة كده عاوزة تتاكل كده، صوص يتغمس ما شاء الله. هنحط بقى دلوقتي الفرخة. احنا طبعا غاسلينها ومنشفينها ممتازة ومشرحينها من جوه كده اهو يا حبايبي، يا رب يكون واضح عشان الخلطة تخش في كل مكان في الفرخة. وبننضفه زي الفل، وما فيش المكان اللي هو بيبقى فيه هنا دوت زفارة او كبد او كبدة زي ما الناس بتسميه، كل المكان ده متشال ما فيهاش اي حاجة. هنمكسها بقى مع بعضها كده في الصوص بتاعها بالحاجات دي كلها، وهنحطها في الصينية مع بعض يا حبايبي كده. خلاص تمام. هنسيبها بقى شوية كده مع بعضها. اللي يحب بقى يا ريت يا ريت يعملها من بالليل قبلها بساعتين بتبقى، ويحطها في التلاجة قبل بليلة أي حسب وقت بقى اللي يسمح يعني. بصراحة بتبقى ممتازة وبتزداد جمال على جمالها. والزبادي مع الخل مع الليمون والزيت والحاجات الجميلة الروعة اللي احنا حاطينها مع التوابل والبهارات دي بتخلي قطعة اللحمة بتاعتها زي الزبدة. هنسيبها شوية كده مع بعضها تتمكس مع بعضها كده وتاخد من طعم بعضها في التوابل وتدخل في الفتحات اللي احنا عاملينها، وبعد كده نحطها في الصينية ونسويها مع بعض كده يا حبايبي. خلاص ولعنا البوتاجاز وحطيناها اهوت، خدت وقتها. حطيناها في الصينيه وبنحطها زي ما انا قلت لحضراتكم كده قبل كده. بنحط الفرخه مقلوبه، بيبقى الجلد ناحيه تحت على ما تاخد سوا، وبعدين نقلبها عشان هنحطها تحت الشوايه في الاخر تاخد لون وتاخد زي حرمشه حلوه كده جميله كده. هنعملها مع بعض، نغطي عليها دلوقتي نكمرها بالغطا عشان تنزل الميه اللي فيها في الصوص وفي الخضار اللي احنا حاطينه تحت يسوي الفرخه. وهنشوفها مع بعض حبايب قلبي. احنا كده قلبناها اهوت، استوت من على الوش التاني، وده هتكمل بقى سوا الوش اللي هو تحت اللي كان فوق، وهتكمل سواها. هنغطي عليها هنخمرها كويس تكمل سواها، ولما تستوي هنحطها تحت الشوايه. ده هناك يا حبايبي كده اللي على العين اللي بعيد ديت ده خضار باقي عندنا بقى كده، عملنا جنبه الفرخه. ده خضار بسله باقيه، وده رز برضو مستوي بنسخنه على ما الفرخه تستوي يكون هو ان شاء الله سخن، ونحط الفرخه تحت الشوايه ونفرغ ان شاء الله مع بعض.
حبايب قلبي كده الفرخه خلاص الله اكبر اهيت، طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، الصوص بتاعها حاجه كده روعه. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها بكل صراحه. وده بقى كده بسم الله ما شاء الله مشكل كده، لانه بواقي بقى ده خضار بسله في كفته في محشي، بواقي محشي سلطه برز بشعريه. وبألف هنا وشفا يا رب على القلب اللي هياكلوه، وبالصحه والراحه على بدنهم يا رب. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وكومنت حلو من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.